اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. يوم جديد فيديو جديد هعمل ان شاء الله النهاردة احلى واجمل قراقيش. هعملها ان شاء الله بالعجوة، ريحتها تجنن، حلوة قوي قوي. احلى واجمل قراقيش. كيلو دقيق عمل لي كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي، ما شاء الله. يلا بينا نشوف هنعمل الوصفه الحلوه دي ازاي. وما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا على مقادير احلى قراقيش. معايا كيلو من الدقيق المنخول، ومعايا كمان نص كيلو من السمنه السايحه النوع اللي انتوا تحبوه، ومعايا معلقه من البيكنج باودر، ومعلقتين من السمسم يكون متحمص، ومعلقه كبيره من الشمر واليانسون ده كان متحمص وبعدين طحناه. لو عايزاه صحيح حمصيه وبعد كده سيبيه زي ما هو. وبعدين هنحط كمان معلقه كبيره من الخميره، ومعاها معلقه ونص من السكر والميه للعجن. وما ننساش كمان نحط رشه الملح. هي دي كل المقادير بتاعتنا. يلا بينا على الطريقه. اول حاجه هنحط المواد الجافه كلها مع بعض. كيلو دقيق هنحط عليه السمسم، الشمر واليانسون، وعليهم برضو محلب متحمص ومطحون، بيكنج باودر. الخميرة بقى هنعمل لها اختبار مع السكر، نضرب دول مع بعض. والخميرة هنحط لها شوية مية دافية، نقلبها كويس، نعمل لها اختبار هنشوفها تتفاعل معانا ولا لا، عشان مفيش حاجة تبوظ مننا. خسارة بقى حاطين سمنة ودقيق ومكلفين نفسنا وفي الاخر ما تخمرش، حرام. هسيبها شوية ونكمل وصفتنا. وهنضربهم دلوقتي مع بعض. نحط عليهم السمنة، ونعجنهم مع بعض. وبعد ما الخميرة اشتغلت معانا بالشكل ده هنزل بيها. هنزل بالميه الدافيه شويه شويه لحد ما تتعجن معايا وتلم العجينه. وادي العجينه خلاص خلصت. هنسيبها بس ترتاح كده شويه عقبال ما نحضر العجوه، ونجيب بقى الصواني ونرجع على طول. نبتدي بقى بالحشوه بتاعتنا. هنجيب العجوه ونحطها على النار على معلقه من السمنه، هتفك معانا وتبقى طريه وزي الفل. نبتدي بقى نشكلها قبل ما نستخدم العجين. لو عايزين بقى تضيفوا شويه قرفه، سمسم، زي ما انتوا عايزين. حلو كده، هي سخنه شويه نصبعها.
تمشي معانا حلوة قوي. وتسهل علينا الوقت. كمان كده عشان نطول الصباع. هي سخنة اهي، نتعامل معاها بشويش لحد ما تبرد نكمل. يلا هعمل واحدة كمان واكمل انا الباقي. شايفين عامله ازاي؟ تمشي معايا على طول متحصلش اي حاجه اهي. نيجي بقى للعجينه الحلوه بتاعتنا. خمرانه شويه اهي وارتاحت وزي الفل. ناخد منها كده ايه جزء بايدينا من غير بقى لا سكينه ولا حاجه. هنفرد القطعه اللي احنا اخدناها نسويها، متبقاش حته مليانه وجزء ايه فاضي. ونحط العجوه اهي، ناخد على قد المقاس ونلف ونقفلها. مضطرة اجيب سكينة عشان اقطع الجزء ده. هنقطع بقى بدي وخلاص. لسه طبعا هنخمرها تاني. نبططها كده ماشي. نحط ايدينا عشان العجوة ما تطلعش. سويناها. نجيب بقى القطاعة كده. بصي اهي محشية وزي الفل. ونرص في الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم كده. اهم حاجة نخمرها كويس عشان تبقى مستوية زي الفل كده. اهو. هنعمل دلوقتي السادة. نعمل كده نلفها عشان تبقى ايه مورقة من جوه. ونفرد العجينة بالشكل ده. بس كده حلو قوي. نظبط الطرف عشان لما نقطع يبقى مظبوط. نقطع كده من النص بتاعها. بنفس التقطيع. مفيش اسهل من كده. بصوا
بالشكل ده. بمنتهى السهولة هنعمل احلى قراقيش. بصوا جامدة. يلا هكمل وارجع لكم. وخلصت كل العجين اللي معايا وشكلت القراقيش الحلوة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، جميلة جدا بتخمر اهي معايا. هناخد اول صينية خمرانة وندخلها الفرن على 180 درجة على الرف الوسطاني. الريحة والله جامدة جدا. بصوا ده خمران خلاص، وده كمان اهو.